هكلمكم النهاردة عن الفريلانسنج. نتكلم شوية عن الفريلانسنج. هو بودكاست مش طويل بس مهم جدا. هفتح لكم طرق كبداية للعمل الحر وافكر معاكم كأني معاكم. انا دلوقتي خلصت دراسة في جامعة، معهد، أكاديمية، خدت فيها كورس جرافيك ديزاين في برامج فوتوشوب، إليستريتور، إنديزاين. هقول لكم طبعا مبروك والف مبروك التخرج. What is the next step؟ ايه الخطوة اللي بعد كده؟ ساعات بلاقي طلبة بكلمهم بعد الدراسة بفترة اطمن عليهم: دكتور رامي ملقتش شغل، دكتور رامي بدور على شغل، دكتور رامي انا يئست، انا تعبت، شغل حلو مفيش شغل. هندخل في دوامة كبيرة ومركزناش ان في عتبة رزق وباب رزق قدام عينينا من اول الطريق، الا وهو الفريلانسنج، العمل الحر. يعني ايه عمل حر؟ يعني انا مش مقيد بمدير، مش مقيد بمواعيد محطوطة لي غصب عني الا في حالات معينة هقولها بعد كده. مش مقيد ان انا باخد المرتب لازم اخر الشهر. مش مقيد برولز معينة، مقيد برولز بس مش رولز من إدارة معينة أو من مدير شخصي كل شوية يراجعها معايا ويقول لي في كذا في كذا في كذا. هو في رولز أكيد في الفريلانسنج، بس رولز بتتحط مرة واحدة. مش هيقعد مثلا دلوقتي في الفريلانسنج مدير في كل عميل يقول لي اتكلم معاه بالطريقة دي وقول له كذا بالظبط عشان مش عارف كذا بالظبط. فأنا حر، أنا فري، بس مش فري زي ما انتوا فاكرين. ده بسميه تحدي أكبر من إني أكون مقيد في شركة بقيود معينة. أديكم مثال بسيط تفهموا بالفكرة. دلوقتي أنا موظف في شركة، باخد مرتب آخر الشهر، عليا جزاءات لو غلطت في حاجة، ده الطبيعي في أي شركة. ليا حوافز باخدها لو عملت حاجة، في تارجت. انتوا عارفين الشركات في بصمة. اوكي طيب، العمل الحر في برضو جزاءات، في رولز، في التزام، في مواعيد انا اللي بحطها، بس في مواعيد، في فلوس باخدها after every project انا بخلصه بنجاح. طيب دي مقارنة سريعة. العمل الحر بتعامل دايركت مع الكلاينت. في الشركات انا مش بحتك قوي مع الكلاينت، احتكاكي اكتر